الحملة الانتخابية تدخل يومها الثامن وسط تنافس الأحزاب على المناطق القروية بجهة سوس ما استدرها للحصول على أصوات ساكنة هذه المناطق التي تعيش عدة إكراهات وتراهن على انتخابات 25 نوفمبر كمرحلة جديدة لتحقيق انتظاراتها وطموحاتها. انتظارات ساكنة أم الزار أيدا وتنان في روبورتاج الحبيب العسري، ياسر المعازي وإبراهيم بجينة. لساكنة العالم القروي بجهة سوس ما الصدر انتظارات تختلف باختلاف الإكراهات التي تعانيها مناطقهم، ويعتبرونها أكثر من أي وقت مضى مرهونة بمحطة 25 من نوفمبر وبالهيئة المنتخبة التي ستفرزها صناديق الاقتراع. والعالم القروي راه الانتظارات ديالو راه كثيرة، منها هذا يعني الطريق اللي مازالت كما هي لا بيست راه خصها تكون معبدة، وانتظارات اخرى راه هما ادرى بها اكثر منا حنا. صنعي غارس صندرة الدريس واللي مع القران فما قرانت مغارين كان غير اللي خصنا زيدنا وعرفوا تمرة ديال البوادي في الطريق وفي الماء وفي الضو وفي كل شيء. كاين الدور اللي مازال ما شادين الضو، كاين اللي شاد الضو. حاصل عن هذا البستادي راه عتباتنا. هذه الانتظارات المتعددة والمتنوعة يربطها مواطن ومواطنة هذه المناطق الجبلية بالتغيير الذي يتوقون إليه في المستقبل ومدخله الأساسي 20 من هذا الشهر. ابتداء من 2011 خص يكون تغيير. حنا يعني نصبوا الى تغيير جذري، ماشي تغيير بالاقوال، بغينا تغيير بالفعل. الناس بغاو يحسوا بلي راه كاين تغيير، ما بغيناش يتكرر يعني ما سبق. كننتظروا يعني المزيد من الاصلاحات. هذه الاصلاحات راه شبه غائبين، لم نقل منعدمه كاع ما كاينش نهائيا. هي إذن ارتسامات وانتظارات تأتي بعد الدستور الجديد، والاستجابة لها متوقف على مشاركة هذه الساكنة ومثيلتها في الاستحقاقات التشريعية واختيار منتخبين مؤهلين لترجمة المكاسب الدستورية الجديد على أرض الواقع بغية تيسير سبل دعم التنمية المحلية والبشرية بمختلف تجلياتها في مثل هذه المناطق.